لو العميل ما بيشتريش منك غير وقت العروض بس، ما تلومش العميل على طول وتقول ده عميل عروض. ممكن تكون طريقة استخدامك للعروض هي اللي عودته على كده. بص يا صاحبي، لو انت لما الشركة بتنزل عرض على صنف معين بتروح للعميل وتقول له انا عندي عرض على الصنف الفلاني، والعميل يسحب، والمرة اللي بعدها العرض يخلص وتروح له بالسعر العادي، يقول لك استنى لما العرض ينزل، تنزل له بعرض تاني بعد فترة، يرجع يسحب تاني، وتفضل الدايرة تتكرر معاك لحد ما العميل يبدأ يفكر ليه انا اشتري دلوقتي لما ممكن استنى العرض. هنا يبقى انت اللي حطيت نفسك في المشكلة، مش عشان العروض وحشة ولا ان الشركة غلط انها بتعمل عروض. بالعكس، العرض أداة مهمة جدا في الاف ام سي جي، ممكن يساعدك تحرك صنف، تدخل عميل، تزود توزيع، او ترفع السحب في فترة معينة. لكن المشكلة انك كل ما تقابل ضعف في البيع يبقى الحل عندك هو العروض. الصنف ما بيتحركش، مستني العرض. الاوردر قليل، مستني العرض. العميل مش مقتنع، مستني العرض. طب ما تيجي نفكر مع بعض، هو ليه الصنف ما بيتحركش اصلا؟ هل العميل مناسب؟ هل السعر العادي مناسب للسوق؟ هل الربح مغري للتاجر؟ هل المنتج واخد مكان كويس؟ هل المستهلك بيدور عليه؟ ولا احنا بنستخدم العرض عشان نغطي مشكلة اصلها في البيع؟ لانك لو خليت العميل ياخد المنتج بس في وقت العرض، مع الوقت ممكن ما يبقاش مستني المنتج، يبقى مستني العرض. وساعتها لما العرض هيخلص المبيعات هتقع وترجع تقول السوق واقف، مع ان جزء من المشكله ان العميل اتعود يشتري بطريقه معينه. قول لي بقى، انت شايف العروض بتحرك البيع فعلا، ولا احيانا بتخلي العميل يستنى وقت العرض بس؟ قول لي رايك بصراحه، خصوصا لو شغال في الاف ام سي جي، عشان انا شايف